فساعات بيبقى المال نفسه نقم على صاحبه. ومش معنى ذلك ان الفقر جدعنه يعني، لا، هو والله الوسط في كل حاجه حلو. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيختار لك الصالح، بيختار لك الصالح وبيديهولك. فاذا خبطت على باب او اتقفلت يعني قدامك بيبان كتير، اعرف ان ده رضا من ربنا، وان ربنا بيوضب لك سيناريو ونعمه اكبر من اللي انت كنت بتتمناها او بتحلم بيها واذا زاد ابتلاءات في المرض، اعرف ان ده رضا من ربنا وافتقار من ربنا لك، وان برضه ربنا سبحانه وتعالى بيعد لك اللي انت لا يمكن كان يخطر على بالك. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يديك شفاء ايوب. حوالين منك ناس كتير قوي يمكن ربنا مبتليها بامراض تقيله، ناس عايشه بالسرطان، وناس عايشه بالفشل الكلوي، وناس عايشه تغسل كده وعايشين. انت على الاقل الحمد لله كده ربنا مديك لسه قوه، قادر تروح وقادر ان انت تيجي. نعم ربنا كتير، وزي ما قلنا اوعى تناقش ليه ده رزقه كتير في ناحيه الفلوس وليه ده رزقه شويه في ناحيه الفلوس. طب يا عم انت معاك فلوس الدنيا والدين وربنا ما اردش ان انت تخلف، وكتير حوالين مننا موجود، ومنهم ناس تلاقيهم متكالبين على الدنيا اكتر من الناس اللي معاهم اولاد. طب انت يعني عيش. انت بتعمل في نفسك ليه كده؟ عيش. الله يعني اللهم لا اعتراض، انت ما فيش في ايدك انت تعترض على قضاء ربنا وحكم ربنا وعطاء ربنا لك، بس عيش بقى، ما تجعلش نفسك عبد المال يعني. مفيش حاجة تقدر تكون قالب ثابت في امورنا الاجتماعيه كلها، او الامور الاجتماعيه او الدراسات الاجتماعيه كلها، تقدر ان انت تبني عليها نظريات الا بعد تعدد كتير. وخلي بالك بيبقى فيها نسبه تفاوت، فكل شيء مش لازم يرجع للمنطق او التفسير العلمي اللي هو يرضي سعادتك. وكل شيء خلقناه بقدر. وكل ده يؤكد ان الكون مدبر وخالق، هو اللي قدر كل شيء. فسبحان الله، سبحان الخلاق العظيم. فسبحان الله، سبحان الخلاق العظيم. الحاجات دي اذا كانت هتدلك على شيء لازم يوصلك للرضا، واعرف ان فكرة الرضا دي نفسها من أسمى وأفضل الصفات اللي لازم أنت تتحلى بها وتحاول تسعى لها. لازم ترضى باللي أنت فيه أيا كان اللي أنت فيه. وكانوا زمان في تربيتنا يقول لك حاول دايما تبص للي أدنى منك عشان ترضى باللي أنت فيه. لأن ببساطة شديدة، طب لو مرضتش بإيدك إيه تعمل؟ تسعى. ربنا برضو قال أمرك بالسعي. اجتهد وإيدك كده بتجتهد، بس برضو اعرف إنك أنت مقدر ربنا لك هو اللي أنت هتعيشه وهو اللي أنت هتشوفه. فده أدعى إنك تسلم نفسك للفكرة اللي هنرجع لها تاني، إن ربنا هو الخلاق العظيم، هو الرزاق الكريم، هو من بيده ملكوت السماوات والأرض. ربنا هو الرازق، هو المانع. ربنا هو العاطي، وربنا هو المانع. فلازم نسلم ونرجع في الآخر نشوف الوظيفة الرئيسية اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا ليها، وبطل زي ما قلنا تفلسف كل حاجة وترجع كل حاجة لمنطقك. لأن ببساطة المنطق عندك ضعيف وبسيط جدا، وآليات الحكم عندك آليات حكم فردية. مع اتساع الكون حاولت تقارن نفسك كجزء في الكون بيتأثر بيه، تأثر بكل اللي حوالين منه ومفروض انه يأثر فيه، هتجد الحقيقة انك انت الدنيا ماشية من غيرك.
او صبحت الصبح جرالك اي حاجه الدنيا ماشيه، الشمس هتطلع وكل الناس هتقوم تروح شغلها، كله هيسعى، وممكن سيرتك هتيجي بعد اوقات كتير ناس تفتكرك ده فلان قال فلان عاد. ببساطه انت ابسط من البساطه نفسها، ببساطه انت ابسط من البساطه نفسها. الصبح متبقاش موجود. فالرضا، الرضا وعدم التبرير واستخدام العقل. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. سبحانك يا الله، سبحانك يا الله، سبحانك يا الله. ربنا سبحانه وتعالى يلهمنا الصواب ويرزقنا حسن الخاتمة ويرزقنا الستر والرضا. اللهم اجعلنا من الراضين يا رب. ارزقنا الرضا بما قسمت يا رب. اللهم ارزقنا الرضا بما قسمت. اللهم ارزقنا الرضا بما قسمت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.